ويا مساء الفل والورد والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يسعدني ويشرفني اكون موجوده معاكم لمده ساعه على الهوا وبرنامجكم من كل بلد اكل. وحشني يوم الاثنين كتير كتير الصراحه، جيت ايام كتير بس ما جيتش الاثنين بقالي فتره كبيره، فبنرحب بيكم النهارده ونعمل لكم النهارده حاجات سريعه بسرعه جدا. في امتحانات، في جو حر موت يعني صيف، فعايزين ايه؟ نعمل حاجات سريعه وحاجات في نفس الوقت زي ما بقول حاجات سريعه بس حاجات شكلها حلو، ونخش في الموضوع على طول. وانا جايبه لكم النهارده اكلات سريعه لست البيت. اللي رايح نادي هياخدها معاه، اللي رايحه كافيه وعايز تاخد اكل معاها او رايحه اي مكان تاخد مع اللي نازل دروس هياخدها معاه. لو جالك ضيوف على غفله اعملي لهم الحاجات، المنيو اللي هيتعمل الخفيف اللذيذ الشيك قوي قوي ده ان شاء الله باذن الله. وبسم الله الرحمن الرحيم ونبدا حلقتنا. اول حاجه هعمل اسياخ السوسيس، هنقدمها بطريقه هو سوسيس يعني ما فيهوش اي اختراعات ولا ابداعات ولا حاجه، بس دايما بنقول احنا بنحب نقدم الحاجه بشكل مختلف شويه، يعني بنقدم الشيش طاووق مش عارفه ايه. طيب تعالوا نحط السوسيس النهارده كده اهوت برده في اسياخ، نقدمه مع الفلفل الالوان شويه حبشتكنات من بتوع كده بتتبيله حلوه، وهيبقى شكله لذيذ جدا. وهنقدم معاه عيش ابيض كده لذيذ وسندوتشات خفيفه خفيفه. طيب هناكل جنبه ايه بقى؟ نطير على لبنان وناخد من لبنان احلى حاجه عندهم بتميزهم من المقبلات الشهيره جدا 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 اللي بتبقى حلوه قوي على السفره، مليانه عناصر غذائيه. ايه هي؟ الفتوش اللبناني هنعمله النهارده على اصوله. لو شايله حاجه او مبدله حاجه هقول لكم عليها وهقول لكم شلتها ليه. بس كده، بس هو معمول بنفس الشكل بتاعه ونفس الطريقه وكل حاجه. طيب مكان شهير جدا جدا وقديم جدا جدا جدا، بنجري عليه بقى واقف عليه بالطوابير وترندي وحاجات كده. عامل لنا صوبيا حلوه قوي، وراح اعمل منها كمان مهلبيه الصوبيا. طيب انا عملت لكم قبل كده الحاجات دي هنا، بس هنعملها دلوقتي لان عايزه افكركم بيها. الصيف بقى والحر والامتحانات، فمحتاجين حاجات تغذي وحاجات لذيذه. الصوبيا بتتشرب في رمضان بس؟ لا، مين قال كده؟ صوبيا على مدار السنه كلها، لان انا بحب جوز الهند، فجوز الهند بيبقى بكميه واضحه قوي قوي في الصوبيا، فانا بحبها وتبقى واخده لبن بقى وشويه حركات كده. فهنعمل بودره الصوبيا وهطلع منها عصير صوبيا وهطلع منها مهلبيه الصوبيا. بس اسمحوا لي الاول هبدا بالمهلبيه علشان تاخد وقتها، وبعد كده السوسيس ده ولا حاجه يعني على طول. اول حاجه عشان اعمل مهلبيه الصوبيا، والبودره هعملها واحنا واقفين شغالين برضو، بس احط الحاجه على النار الاول عشان نخلص منها. بصوا، دي كوبايه من الرز المصري بتاعنا، كوبايه من الرز المصري بتاعنا مغسول متنقي طبعا، مغسول متصفي كويس قوي قوي. انتوا شايفين ان انا جايه بيه من الفرن، انا حطيته لمجرد 4 دقايق في الفرن بس علشان انا عايزاه يبقى معايا كده، يعني مش عايزه فيه ميه خالص، عايزاه يكون ناشف جدا جدا معايا. طيب هنعمل ايه بقى؟ نقوم هناخده كده معانا وهنحطه في المطحنه، ومعايا حله على النار فيها دي كوبايه رز معايا اهي، ونشف معايا تماما عشان يعرف يلف معايا في المطحنه كويس ويتطحن يبقى بودر كويس. معايا ان هو 3 كوبايات من الميه في حله على النار بتغلي اهي مع نفسها، وناخد الرز بتاعنا نطحنه طحنه ناعمه. هو كده كده هيكمل تسويه كمان كويس جدا جدا على النار، ولسه ليه خطوه بعد كده كمان وشغلانه في المهلبيه. عشان كده انا حبيت ان انا ابدا بالمهلبيه في البدايه عشان تاخد وقتها، وكمان اقدر ان انا اقدمها لكم او ندخلها التلاجة ونشتغل بعد كده في الفتوش بتاعنا براحتنا اللي مش هياخد برده مننا وقت، ونشتغل كمان في السوسيس اللي مش هياخد وقت برده. صدقوني حلقه سهله جدا جدا وخفيفه، واي بنوته حتى صغيره او ست بيت مبتدئه تقدر ان هي تعمل الوصفات دي النهارده. طيب معايا اهو الرز بتاعي، بسم الله. نعمل كده عشان ايه؟ نجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت كده. بسم الله اهو. انا عايزاه ينعم معايا خالص عشان المفروض هو ما يبقاش تحت الجلد خالص. نعمل كده وكده اهو. طيب
خلاص هو يعتبر ناعم معايا جدا كده اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. بقى بودره على طول ليه؟ لان هو ناشف، ما مسكش في الخلاط، ما مسكش في المطحنه بتاعتي، هو ناشف خالص فبقى بودر زي ما انتوا شايفين اهو. طب يلا ننزل هنا على طول اهو. حطيناه فين دلوقتي؟ حطيناه اهو. المطحنه دي هستعملها تاني لحاجتين تاني، فعشان كده هخليها جنبي مش همشيها تروح في اي حته، لان احنا شغلنا النهارده في المهلبيه او في الحاجات دي هيبقى بالخلاط. طيب هنقلب دلوقتي اهو الرز بتاعي، نفكه من بعضه اهو ونسيبه ونديله فرصته بقى ياخد ويدي يتسلق معايا. انا عايزاه يتسلق تماما اهو. يعني نجيب ايه لو في اي كلاكيع كده. انا عايزه افك اي حاجه اهي من الرز، مش عايزه فيه اي حاجه اي كلكعه كده ولا كده، لازم افكها اهو اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهو هيتفك دلوقتي معايا لما هيغلي انا عايزه اسويه تسويه كامله. تمام، خلوه بقى يغلي غلوتين 3 معايا، يبقى كوبايه الرز طحناها وحطينا قدامها 3 كوبايات من الميه اهو. انا هسيبه بقى ايه مع نفسه دلوقتي، ايه ياخد ويدي ويتظبط مع بعض. طيب انا ممكن كمان اغطيه علشان انا محتاجه ان هو يغلي معايا بسرعه. طيب وانا بغطيه كده هعمل ايه؟ انا قلت لكم ان انا هستعمل المطحنه بتاعتي تاني، واكيد طبعا مستنيه تليفوناتكم على رقم التليفون اللي هيظهر على الشاشه علشان هعمل الصوبيا. انا هاخد عشان دي بقى العصير الصوبيا، دي بقى لبودره الصوبيا. احنا دلوقتي معانا حاجه على النار اهي. هاخد دلوقتي لازم اطحن وضروري جدا 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 جوز الهند، هخلي منهم شويه خشنين علشان المهلبيه اللي انا بطحنها دي. الايه اللي انا بطحنها دي؟ علشان عصير او بودره الصوبيا. تمام، نطحنها كويس جدا ومش هتوه مني انا دلوقتي، بس اطحن الحاجه وهقول لكم ده الايه وده الايه. بسم الله. لازم ننعمها جدا، لازم ننعمها جدا عشان في العصير معانا ما تبقاش بتبان في معانا واحنا بنشربها. بيتطحن بمنتهى السهوله جدا جدا، عشان كمان اخليه يجري معايا في الخلاط اكتر واكتر. طيب ممكن ندي شويه من النشا، ندي شويه من النشا معايا اهو. هيخلي اي حاجه سواء بتطحني سكر عايزاه بودر حطي معلقتين نشا، بتطحني اي حاجه حطي معلقه النشا، لان النشا هيخليه يجري معانا في الخلاط ويخليه بودر جدا. طيب خلاص انا كده خلاص طحنتها دي، ودي الخشنه دلوقتي هستعملها في الاخر مع ايه؟ مع مهلبيه الصوبيا. يغلي معايا بس كويس قوي كده، بس ايه من وقت للتاني انا هقلب فيه اهو. تمام خلاص. طيب احنا حطينا الحاجات دي دلوقتي على النار اهي مع نفسها. طب انا هقف ساكته كده؟ لا انا مش هقف ساكته، نعمل لكم بودره الصوبيا، وممكن ابدا بعصير الصوبيا علشان ادخله التلاجة يسقع معانا. نجيب بس ميه كده عشان نعمل فيها العصير، عشان لما نستعمل المهلبيه فالخلاط هياخد وقت معايا في الغسيل، فنعمل المهلبيه ايه الاول؟ نعمل العصير الاول ونسيب المهلبيه اهي. مهلبيه ايه؟ مهلبيه شهيره جدا جدا جدا، مهلبيه الصوبيا. يا حبيبه يا مساء الفل يا حبيبه. ازيك يا سي؟ ازيك يا حبيبه؟ عاملة ايه؟ انت عامله ايه يا حبيبه؟ كويسه؟ ايه السياجة دي؟ ربنا يخليكي بجد، شكرا حبيبتي، تسلمي، انت احلى. ممكن طريقة عمل بلح السام؟ الايه؟ بلح السام. حاضر يا حبيبه قلبي، عينيا هقوله لك دلوقتي. انت تقريبا يا حبيبه سالت المره اللي فاتت، هقوله لك حاضر عينيا حالا يا حبيبه. شكرا يا حبيبه. طيب دلوقتي نجيب الميه اهي. لا هي لسه بتتملي، بس انا هجيب حاجه عشان نعمل البودره. سهله جدا جدا البودره بتاعت بودره الصوبيا، سهله وبسيطه قوي قوي قوي. عشان نعمل البودره بقى هنجيب معانا، دي مهمه جدا جدا، اهم حاجه دي ايه؟ روح جوز الهند.
روح جوز الهند معلقه منها هتديكي طعم دمار دمار في الصوبيا. يعني اهي شويه صغيرين بيتجابوا من عند العطار، يعني بصي احنا هناخد شويه دول بس هيدوكي ريحه جامده جدا اهي، مش اكتر من كده عشان هي مركزه قوي. طيب حطينا معلقه من روح جوز الهند، وهننزل كمان دلوقتي حوالي مثلا نص كوبايه من الكريم شانتيه، يكون مسكر عادي مفيش اي مشكله. تمام. انا معايا كمان اللبن البودر، ننزل باللبن البودر. لبن بودر معلقه من روح جوز الهند ومتوفره جدا جدا عند العطار. نزلنا كمان بحوالي نص كوبايه من الكريم شانتيه. طيب انا هنزل كمان اهو سكر بودر، واكيد هننزل بالفانيليا، لازم لازم واساسي الفانيليا. ماشي اهو بالشكل ده. طيب ونقلب كل ده في بعض اهو كده. تمام. بقى معايا بودره الصوبيا. ايه تاني؟ كريم شانتيه، سكر بودر، لبن بودر، فانيليا، نشا. نشا لازم نشا. هو فين تاني النشا هنا؟ هو انت النشا؟ انت النشا. نشا. تمام. بس كده اهو تمام. حبينا بقى نزود سكر بعد كده واحنا شغالين ايه هنحط، مفيش اي مشكله. يبقى عملنا البودره اهي، بودره الصوبيا قدامنا بمنتهى السهوله، اتعملت اهي ما فيهاش اي حاجه ولا خدت اي افتكاسات مننا. يا ملك يا مساء الفل. الو. مساء الفل يا ملك. عسل، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي يا ملك، عندك سؤال؟ ملك سامعاكي. اتفضلي يا حبيبتي. عن طريقه البسبوسه. بسبوسه، حاضر يا ملك، عينيا حاضر. هقول لك حالا طريقه البسبوسه. هنحط كمان سكر، وبقى معانا احلى عصير صوبيا. ننزل كده بشويه سكر عشان لو الناس بتحب السكر الزياده. طيب هنشوف بقى ايه لو معانا تلج هنا، نجيب اي وحدتين من التلج كده. معانا التلج اهو. معانا تلج اهو. نطلع التلج بتاعنا كده اهو. انا هفكه هنا بس وهجيبه لكم حالا. نفكه بس بعيد كده شويه اهو. تعالى. هو ملحقش يعمل معايا بس ايه مش مشكله. نحطه مجروش اهو، تلج مجروش اهو بالشكل ده. يدينا سقعه، وانا كمان هدخلها دلوقتي كمان ايه الفريزر برضو تسقع معانا لاخر الحلقه. يبقى حطينا تلج مجروش اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهقول لكم دلوقتي المقادير بتاعه الصوبيا ايه تاني. بسم الله. بس خلاص اهو. بصوا القوام ده، بصوا الكريم شانتيه عمل ايه. هو ده الكريم شانتيه لما بيتحط في بودره الصوبيا هو بيدي القوام اللي احنا شايفينه ده بالشكل ده. حطينا حطينا معلقه من جوز الهند. انا هحطها كده عشان انا هحتاج الخلاط وهندخلها اهو. بصوا الجمال، بصوا القوام، بصوا الجمال اهو. بصوا عيوني يا سلام. بس كده حاضر. هتعمل ايه؟ لا خد كوبايتين اهو. بصوا الفوم حلو قوي ازاي اهو. شايفين تلج مجروش. بصوا القوام. حاضر اهو. تمام. بصوا اهو حلو قوي. بس كده ما انا هدخلهم التلاجة حالا. ندخل. لا يبقى مفيش. يبقى كده مفيش اهو. وهنقفله كده بالشكل ده
ده عشان الزمالك بس خد الكاس، فاحنا ايه اهو، وعشان كاس السوبر مقدما بقى طالما هي الحكايه كده اهو. بصوا اهو، ايوه وايه يعني مش مشكله ولا يفرق معانا حاجه اهو. يا ساتر بصوا هندخله بقى ايه الفريزر عشان يسقع معانا جدا جدا. بسم الله. انتوا متخيلين بقى يعني شايفين الشكل عامل ازاي؟ كريم شانتيه حلو قوي. لا اهي عدله كده تمام. خلاص احنا دلوقتي بقى نجيب الخلاط بتاعنا ونشوف احنا هنعمل ايه في المهلبيه. بس قبل بقى ما نبدا في المهلبيه، خلي الخلاط هنا. تعالوا نعمل ايه، ننضف بس حوالينا الاول، وبعد كده نبدا بقى في السوسيس. وكده كده احنا خلاص عملنا الحاجات اللي كنا عايزينها تسقع في ايه في التلاجة وتاخد وقتها اهو. ما تنسوش ان احنا بنعمل مهلبيه على اهو. بصوا نعم اهي، ادي كده يعتبر الرز استوى معايا. الرز استوى معايا، هشيله. انا هشيله رز وخليه قدامكم هنا عشان تفتكروا ان احنا بنعمل ايه الصوبيا. انا عايزاه يتهوى دلوقتي عشان انتوا عارفين ينزل الخلاط، لان هو هينزل الخلاط وهياخد شويه مقادير كده تانية علشان يبقى المهلبيه. بصوا القوام، هو ده القوام. هي ما بتبقاش ولا رز بلبن ولا هي مهلبيه. مهلبيه الصوبيا بتدي مطه كده وبيبقى الرز تقيل فيها شويه كده بالمنظر ده يعني، ولا هي المهلبيه ولا هي الكاستر ولا هي الكلام ده. فنخليها طيب هنا اهو علشان نبدا احنا في حاجات تانية معانا. بس كده خلاص. طيب هنجيب الطاسه بتاعتنا على النار عشان نبتدي نظبط السوسيس بتاعنا بقى اهو. ومش هتوهوا مني، انا مش هسيبكم تتوهوا مني خالص خالص يعني. نغسل بس الشفشق كده ونسيبه بقى على جنب عشان نبقى اطمنا ايه ان احنا خلاص خلصنا جزء كبير من اللي احنا كنا شايلين همه. طحنا اهم حاجه في الصوبيا، عصير الصوبيا. جوز الهند يبقى مطحون جدا، يكون بودر زي ما احنا شفنا مع بعض. تمام. طيب يلا نجيب السوسيس بقى بتاعنا. حاجه سهله قوي 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 يعني. هنعمله تتبيله لذيذه كده لذيذه. طيب هنزل بدبس رمان يديني لون بس كده ويديني ايه الطعم الحلو اللي احنا بنشوفه ده. تمام اهو. خلاص هنزل بقى بشويه من الملح على الدبس الرمان. هنزل كمان شويه من الفلفل الاسمر. ندي كمان شويه من البابريكا. هندي كمان شويه من توابل الفراخ المشكله، ودي هتديني طعم حلو جدا جدا للخلطه بتاعتي. وقلب قلب كل ده مع بعض اهو. انا عادي جدا جدا ما عنديش اي مشكله ان انا اديله سنه ميه صغيره يفك معايا عادي جدا جدا اهو. ده يا دوبك بس احنا هندهن بيه السوسيس، مش اكتر ولا اقل من كده. بس حاجه سهله وساندوتش خفيف. وقلبنا اهو فلفل على دبس الرمان هيديني يعني شكل الشويه كده. تعالى انت كده. بسم الله. هناخد بس ايه كام حته فلفل كده بس نلون بيهم السيخ بتاعنا. نعم يا علي، يا مساء الفل. مساء النور يا فندم. حبيبتي ازاي حضرتك؟ الحمد لله، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه. النهار الصبح. اتفضلي، عندك حضرتك سؤال؟ عايزه اسال على اللحمه البارد. اللحمه البارده البتلو الفليتو. حاضر عينيا، هقول لك على العرق حالا. وعايزه تدي لي مقادير الصوبيا تاني لو سمحت. مقادير الصوبيا عينيا هقول لها كتير. مع السلامه. طيب اللحمه البارده هنجيب العرق، وبعد ما بنجيب الرباط، وده متوفر جدا جدا جدا. واهم حاجه الرباط ده عشان نحكم العرق بتاعنا. وبعد كده هنعمل للعرق فتحات، وهنجيب الثوم الصحيح اللي زي ده كده. الثوم يكون معانا صحيح. هنحط في الفتحات اللي احنا عملناها، هنزرع فيها حوالي 10 من الثوم مثلا رايح جاي كده في كل حته نغزناها كده. ما احنا هنعمله دلوقتي حالا. سلطه الفتوش معانا النهارده، جالنا سؤال عليها، فهي في المنيو معانا النهارده. وهنعمل احلى سلطه فتوش.
وفكرتوني بالفتوش، فهنعمل دلوقتي حاجه. هحط بس الاسياخ وهنبتدي نجهز للفتوش. طيب اهو نبتدي نحط كده اهو السيخ كده. سهله جدا جدا جدا، يعني تغيير كتغيير بس مش اكتر ولا اقل. ماشي اهو. بس بصوا ايه ولا اي حاجه اهو، ولا حاجه اهو كده. بس تعالى كده اهو اهو، ونزدوا كده بواحده من فوق كده اهو، وواحده كده بس، ولا اي حاجه. ونتبل نتبل وخلاص. بصوا بقى شويه زيت، او انا ممكن اعمل حركه كمان قبل الزيت. احنا ندي لسعه الزيت دي في الاخر اهو اهو كده اهو، وندهن كده وندهن اهو. السوسيسه معانا اتدهنت كويس جدا، وننزلها كده. انا هنا هزود ميه على فكره، ازود شويه ميه عشان اسلقه شويه، اسويه شويه، وبعد كده هندي البصمه بتاعه النار في الاخر خالص. مفيش اي مشكله. شفت الحكايه سهله ازاي؟ وساندوتش سهل ولذيذ. هنحط بس الميه عشان يدي السلقه معانا او يستوي معانا. يعني اهو شويه ميه كده بس كده خلاص، ولا اي حاجه. شويه ميه كده اهوت ينعنشوا معانا الدنيا. واحنا في الميه دي نحط فيها كده شويه الفلفل كده، وندي شويه ملح برده، وندي شويه بابريكا عشان يدينا طعم حلو قوي 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 اهو. بس كده. نعمل سيخ تاني، نعمل سيخ تاني اهو معانا. اتبلت من مفيش، يعني اتبلت وكده وانت واقفه، ما خدتش حاجه خالص واتبلت معانا. سلطه الفتوش من الحاجات الجميله جدا جدا، زي ما قلنا من احلى المقبلات على السفره، بتبقى لذيذه جدا. هقول لكم على تفاصيلها دلوقتي، وهنعملها مع بعض بكل حركاتها وبكل تكاتها باذن الله. عناصر غذائيه كتير، يعني عشان ولادنا ياكلوها. اللي ما بيحبوش بقى ياكلوا السلطه، هي يعني الدريسنج بتاعها بيبقى طعمه حلو، فعشان كده هم بيحبوها اهي. بس بصي، مجرد ان احنا حطينا بس دبس الرمان ادى لون يجنن، يعني دبس الرمان ادى لون يجنن. هعمل كده وهوريكم ممكن نعمل طريقه سهله خفيفه برضو ازاي للي مش عايز اسياخ وعايز سندوتش كده على طول، يعني بسرعه بسرعه من غير اي مجهود ومن غير اي حاجه اهو. تمام، بنعمل كده اهو. يتحط بس في شويه ميه كده ولا اي حاجه على طول. وفي الاخر هندي بس معلقه زيت. حبيتي تدي حته سمنه صغيره مفيش اي مشكله، بس هي شويه زيت وخلاص. هيدوكي بس ايه اللسعه الحلوه اللي احنا هنشوفها في الاخر دي مع بعض، وخلاص على كده. تمام، بصي اهو بس كده. وسهل سهل سهل جدا 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 اهو. بصي مفيش اي حاجه، مفيهوش اي حاجه. نعمل واحد تاني وخلاص. والشويه دولت هقول لكم نعمل بيهم ايه. تعالى انت هنا. احنا كده كده نحتاج فلفل الوان كمان، وهبدا دلوقتي بعد كده في المهلبيه، وبعد كده الفتوش نعمله ايه، ننقنق فيه ايه في الاخر، لان هو تقطيع بس، كله هو تقطيع. فهنقطع معاكم شويه الخضروات دي بس وخلاص على كده. والدريسنج هو الشغل كله فيه يعني. يا بسمه يا مساء الفل. الو يا بسمه. بسمه مساء الخير. ازيك يا شيخ؟ ازاي حضرتك؟ معلش يا شيخ، عاوزة طريقة الفطير المشلتت. حاضر عينيا، هقول لك على الفطير المشلتت حالا. هتجيب الدقيق وهتجيب عليه سنه ملح يا دوبك صغيره، وهتحطي جنبيكي كوبايه ميه، وهنحاول ان احنا نلم العجينه. اقعدي اعجني فيها من 10 ل 12 دقيقه. اعجني اعجني اعجني، ما فيهاش اي حاجه ولا فيها اي افتكاسات. وبعد كده الشغل كله بقى في الزبده والسمنه. هتجيبي قدام قطعه زبده كده اهوت، وكل راق هتعمليه هتدهني فيه الزبده وتقفليه كوره وتشيليه. كل راق لغايه ما تعملي بقى الرقات اللي انت عايزاها حجم كبير، عايزاها صغيره، براحتك. وبعد كده هتريحيها. اهم حاجه عشان تتفرد معاكي في الصينيه، لازم الفطير المشلتت يستريح 10 دقائق، يبقى ربع ساعه نص ساعه، خير وبركه. تمام، هتتفرد معاكي حلو. وبعد كده في الصينيه، والصينيه تكون مدهونه زبده. وبعد كده هتفرديها. واخر حاجه بقى وش اللبن بقى، عندك شويه القشطه الحلوين قوي دول، وتجيبي وش القشطه كده وتدهني الفطيره بتاعتك على رف اوسط. دخليها بقى وتابعي كده من 20 25 دقيقه، تخرج معاكي احلى فطير مشلتت
اهو. سهله 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 جدا. طيب انا هعمل واحد تاني وبعد كده ايه خلاص خلاص يعني، بس عشان يبقى بس ايه شكل لذيذ ونكون عملنا دبس الرمان ريحته حلوه قوي. دبس الرمان من الحاجات اللي ريحتها جميله جدا جدا جدا، او تغيير كمان لاولادنا ونقدمه بطريقه لذيذه، علشان ايه هيجروا عليه وهيمسكوا طالما حاجه محطوطه في سيخ والوانها. يا مدام ولاء يا مساء الفل. مساء النور يا شيف. ازاي حضرتك؟ الحمد لله، احنا بنحبك قوي قوي قوي. يا رب يخليكي ويسعدكم يا رب. الله يخليكي يا حبيبتي، الله يخليكي. تسلمي لي. اتفضلي حضرتك، عندك سؤال؟ لا انا بس كنت عايزه ابارك لابني لانه نجح بتفوق الحمد لله. يا مليون مبروك. مليون مبروك يا حبيبتي، ودايما يا رب في نجاح، وربنا يفرح كل ام واب كده وعقبال كل ولادنا ان شاء الله. بس تعالى خلاص اها، هنشوف هنعمل ايه بدايه. ده خليه بقى كده مع نفسه، اركن انت كده على جنب بس كده. هديله في الاخر لسعه الزيت اللي احنا عايزينها، بس مش دلوقتي. دلوقتي اهم حاجه عندي المع الدنيا دي ونوريكم ممكن نعمل ايه دلوقتي تاني اهو. بسم الله. طيب معانا دي كده اهو، ومعايا سوسيس كده، ونقطع كده وكده وكده اهو. ده يعني جوع اخر الليل. لو زي حالاتي كده بتقوموا جعانين بالليل عايزين تعملوا اكله سريعه، اولادنا قاعدين بيذاكروا مطبقين للصبح، بدل ما ايه يعملوا كده اهوت زي ناس اعرفهم ويتصلوا بحد ويجيبوه كده والدليفري يجي ويعملوا حركات كده. فاحنا لا، نعمل لهم الاكل ده ونجهزه لهم في البيت علشان ايه نمسكهم بقى. لا احنا اهو الاكل موجود في البيت اهو. بصوا نقلب الاسياخ تدي لسعه حلوه اهي. بصوا اللسعه دي، بصوا هي دي اللي انا عايزاها. شايفين اللسعه دي اهي، هي دي لذيذه قوي 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 قوي. بصوا دبس الرمان ده، دبس الرمان هو اللي عمل الشغل واللون الجميل قوي 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 ده. شايفين دبس الرمان عامل ايه؟ بصوا حلو جدا اهو. يلا نخلي كده اهو. طيب حبيتي تدخليه كده هيلا بيلا في الفرن، دخليه هيلا بيلا في الفرن. تعالوا ندخله هيلا بيلا في الفرن مش مشكله، ممكن عادي اهي لو حبيتي. انا بقول لك على كل الطرق. خليه كده، هو مش مشكله، احنا عايزينه يدي لسعه بس مش هيستوي يعني، هو مستوي، هو هيدي الوش اهو معايا. هننزل هنا بشويه ميه برده نفس الحكايه. الحركه دي بتخليه يستوي معايا جدا جدا جدا. تمام. طيب احنا ممكن ننزل بايه؟ بالخلطه اللي احنا عملناها دي برده، ونشيل ده خالص مش عايزينه. طيب وممكن نروح بقى جايبين ايه هنا؟ فلفل الوان ومقطعينه كده، وهنلفه برده في سندوتش دلوقتي، وهنلاقي التقديم ده بقى بتاعك انتي. بس احنا هنوريكم احنا ممكن نعمل ايه في السوسيس، يعني حاجه سريعه اهي جدا جدا اتعملت معايا. طيب تعالوا ندي لون اخضر كمان، ندي لون اخضر اهو. وبقى معاك سندوتش سهل قوي. عايزين ياكلوا بدل ما يشتروا من بره، لا هاتي السوسيس عندك في البيت واعمليه وسيبه لهم بقى، سيبه لهم هم رايحين جايين على المطبخ طول الليل بياكلوا، بدل ما يتصلوا ويقعدوا يطلبوا في حاجات ومش عارفه ايه والكلام ده اهو. طيب انا حابه ان انا ازود شويه من الفلفل الاسمر بس، ونسيبه يغلي مع نفسه. ماشي خلاص. طيب تعالوا بقى طاسه معايا على النار عشان نجهز اول حاجه في الفتوش. من الحاجات المهمه جدا في الفتوش العيش. هناخد رغيفين عيش كده وننزل بشويه من الزيت. عايزه تحمصي في الفرن حمصي براحتك جدا جدا، زي ما احنا عملنا كده يوم الخميس في الفته. بسم الله. حمصنا شويه على النار في الطاسه في الزبده، عملنا شويه في الفرن. اللي يعجبك اعمليه. ادي العيش بتاع ايه الفتوش، ولازم يبقى العيش اللبناني العيش ده خلاص اهو، وما بياخدش حاجه على النار خالص، فخلي بالك
عشان ما يتلسعش منك ويبوظ لنا ايه المنظر. اهو بالشكل ده كده هيطلع بسرعه جدا جدا من على النار، فخلي بالك. اهو نقطع كده بشكل لذيذ اهو اهو، رغيفين كده 3 حسب ما انت بتحبي يكون في عيش قد ايه. هو ما بيبقاش فيه عيش كتير زي الفته يعني، هو شويه عيش محمصين كده من فوق وخلاص. اهو كده اهو، بسم الله. هخلصه وهروح اعمل المهلبيه تهمني اهم حاجه، وزي ما قلت لكم في الاخر ان شاء الله هنعمل الفتوش. اهو ادي العيش بيتحمص معانا. العيش ده لايه؟ العيش ده عشان الفتوش. هنجيب كده ونجيب طبق ونحاول ان احنا بعد ما يتعمل انا هخلصه على طول وهروح ابدا على طول معايا. اهو نقلب بس كده، الزيت كان بيسخن، هو هيدي بس التحميصه بسرعه جدا جدا جدا. اهو بصي اهو يتحمص معايا بسرعه قوي. وانا بحمصه بحب ادي شويه فلفل يلزقوا فيه كده ويمسكوا فيه، بيدي طعم حلو جدا جدا. سيبوه بقى مع نفسه كده وانت كمان يلا مجرد ما هتغلي هتبقى انت ايه كمان خلصت. طيب ننزل هنا بشويه الزيت عشان يبقى الساندوتش هنا الحاجه هنا بتاعتنا كملت، وشويه الملح اهو. بس مجرد ما هيغلي غلوتين بس السوسيس ده هيبقى خلاص يعتبر استوى معايا. وادي معايا اهو. احنا قدامنا قد ايه؟ اصل الوقت بقى يجري بطريقه غريبه. تمام يا مسهل الحال يا رب. اهو بالشكل ده ادي كده عشان سلطه الفتوش، ومعانا اهو بيغلي اهو. طيب تمام، نقلع بقى الجلافز بتاعنا ده ونغسل ايدينا عشان نيجي نعمل المهلبيه بتاعتنا. تمام، نعمل بقى المهلبيه وكده كده العيش خلاص يعتبر خلاص تمام، مش محتاجين بقى ايه اهو. طيب هحمصه بس ايه سنه كمان عشان يبقى لونه حلو معايا. بص على الفرن ونشوف الحاجه اللي في الفرن دي يعني ادت لسع معايا ولا لسه، ولا عملت حاجه. هنحطه هنا هنرجعها هنا تاني اهو. بصي اهي ادي عشان سلطه الفتوش، وادي العيش لازم يتحمص كويس جدا. واهو معايا كمان هنا اهو. نقلب بس تقليبه في السوسيس علشان الخضار بتاعي كمان يستوي معايا اهو كده. نروح عليه على طول بس نقلب كده بالشكل ده. هيشرب الميه دلوقتي على طول على طول على طول، مش هياخد حاجه. وبقى معاكي سندوتش يا ايه ده يعني، مفيش حاجه ما فيهوش. اسرع سندوتش في الدنيا. ممكن تقدري تعملي السجق بنفس الطريقه عادي، السجق البلدي الشرقي بقى زي ما تحبي، ويشتغل معاكي بنفس الحكايه اهو. اهو كده. طيب تمام، انا عايزه بس عشان انجز اعمل ايه بقى؟ بسم الله. نروح نعمل المهلبيه عشان بس الوقت ما يجريش مني. بصوا هي شكلها عامل ازاي، تحسوها زي الالماظ اهو. ده رز ايه؟ ده رز طحناه بعد ما نشفناه وغليناه غلوتين 3 4 اهو، وهنحطه هنا في الخلاط. حد هيقول لي طب ما هو مطحون، هي بتتعمل كده يعني هو لازم عشان باقي المقادير تدخل معانا كلها اهو بالشكل ده. وعملنا كده ونعمل كده ونعمل كده اهو. تمام بس بصوا اهو العيش لازم يتحمص جدا. هسيبه طيب شويه كده وهنحط اللبن. معايا كوبايتين من اللبن، كوبايتين من اللبن اهو، كوبايتين من اللبن ماشي. هنزل كمان بالسكر. معايا الفانيليا، هنزل بالفانيليا. طيب
ناخد كده السكر، ننزل بقى بالسكر بتاعنا اهو، وننزل كمان بكريم شانتيه. ثانيه واحده هقول لكم المقادير حالا، هتنزل على الشاشه. بنعمل ايه؟ بنعمل مهلبيه الصوبيا. طيب اهو كريم شانتيه على كوبايتين لبن على كوبايتين سكر على 3 معالق من الفانيليا. جوز الهند الخشن، وده ضروري جدا جدا، لازم يتحط جوز الهند الخشن. جوز الهند الخشن اهو، كوبايه كبيره من جوز الهند الخشن. ماشي اهو، معلقه من روح جوز الهند، معلقه من روح جوز الهند، وحطينا الكريم شانتيه. يلا نضرب كل ده مع بعضه. بسم الله. بنعمل المهلبيه اهو. نعم اهي المهلبيه اهي، اتضرب كويس قوي. بس خلاص ادي كده مهلبيه اتضربت معايا. هننزل بشويه كمان اهو، العيش خلاص معايا استوى. هننزل بشويه من النشا اهو، نزلنا بشويه من النشا اهو. طيب اهو، ننزل هنا ونردهم على النار تاني. يا دوبك حاجه بسيطه جدا جدا جدا، وهقول لكم عملنا ايه. اهو، هي بتبقى مش تخينه زي المهلبيه التانيه وكده يعني، لا لا لا، هي بتبقى سايله شويه معانا، لان الناس ساعات بيشربوها بالكوبايه عادي جدا جدا، مفيش اي مشكله. طيب ادي اهي معايا، واخليها معايا بيحطوها كده. الاتنين يعني، ممكن تمسك شويه في التلاجة وممكن حد ياخدها كده بالشكل ده. هي هتجمد معايا دلوقتي اهو. بصوا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله اهي كده. في كمان بيعملوها المززه دي عشان تخليها مززه نفس المقادير اللي احنا عملناها دي، بس بيتحط عليها زبادي، كوبايه زبادي ونص معلقه من ملح الليمون اهي. بتبقى بالسمك ده، وبتعمل المطه دي معايا اهي كده. هي بتبقى كده يعني، هم بيعملوها بتبقى بالشكل ده، ولا هي تخينه قوي ولا هي ماسكه قوي. خلاص اهي بتبقى بالشكل اللذيذ قوي ده معاكم. هنرتب الدنيا كلها دلوقتي ما تقلقوش، وهنظبط الدنيا. بس نصبها هي الاول عشان نوريكم شكلها النهائي هيبقى عامل ازاي. بصوا هي فيها كل العناصر الغذائيه، خدت جوز الهند الخشن، خدت ريحه جوز الهند البودر، خدت كميه حلوه من اللبن، خدت كريم شانتيه، خدت رز مطحون، خدت سكر، خدت فانيليا. يعني معايا كل العناصر الغذائيه في المهلبيه الصوبيا دي. واهم حاجه في الموضوع الرز المطحون يا جماعه، ده اهم حاجه فيها. تمام اهي. عايزه اقول لكم العلبه دي بتتجاب من عندهم بالطابور بفلوس كتير يعني بفلوس كتير. لا احنا عملناها هنا في البيت. كلفنا المقادير مش مشكله، بس عملنا بكميه اكتر بكتير، وفي مقادير هتقعد معانا كمان. تمام. يعني انت لو اشتريتي من كل الحاجات دي حاجه من عند العطار هيعمل معاكي كتير جدا اهو كده. اهي بقى معايا احلى، ريحتها طالعه حلوه جدا. طيب احنا بنسكت على كده؟ لا، هم مش بيسكتوا على كده عشان احنا نسكت على كده. دي اهم حاجه فيها القرفه اهي. لازم بتاخد القرفه، لازم واساسي القرفه دي تتحط على المهلبيه. طبعا انتوا كده كلكم عرفتوا هي دي ايه وبراند ايه. تمام بالشكل ده اهي. وحطينا القرفه كده، وجايبين كمان قرفه سيجار او قرفه عيدان، اي حاجه مفيش اي مشكله تتحط كده بالشكل ده. تمام. نجود بقى احنا من عندنا شويه، نجود. اسمحوا لي اجود انا حبه
يعني ام عبده من المنيا. مساء الفل. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ازيك يا شيخ عامله ايه؟ الحمد لله. تسلمي لي. الله يخليك يا حبيبتي. بص حضرتك حطيت كام المقدار اللي هو كريم شانتيه على المهلبيه؟ حطيت ايه؟ مقدار الكريم شانتيه اللي على المهلبيه. حاضر عينيا، هقول لك كل حاجه على المهلبيه دلوقتي. حاضر عينيا. طيب يا حبيبتي، وليا طلب تاني اقوله لك. حاضر. اقول ايه؟ وليا طلب تاني عند حضرتك. اتفضلي اموريني. ايه اللي هتحطي له كوب زبادي ومعلقه ملح ليمون هيبقى ايه اللي ده؟ هي لو عايزينها من المززه، لو بتحب حضرتك طعم المزازه شويه يبقى هتحطي نص معلقه في الخلاط زي ما انا ضربت من الملح الليمون وكوبايه الزبادي على كل المقادير دي، هيدوكي طعم المزازه بتاعه الصوبيا، وده نوع تاني من الصوبيا. شكرا لحضرتك. طيب احنا عملنا دي كده اهو، يبقى ده كده نوع من، تعالى انت خد فرصتك كده وخد شويه زيت يدونا لمعه حلوه كده اهو بالشكل ده. نصحصح الطاسه بس معانا، وده كمان اهو اشتغل معانا اهو واستوى معانا ولونه بقى جميل جدا جدا اهو بالشكل ده. تعالوا نعمل فتوش، تعالوا نعمل الفتوش. هنلحق نعمل فتوش؟ طيب والله طب ماشي ان شاء الله. طيب هنعمل الفتوش دلوقتي. احنا هنجيب المقادير بتاعتنا اهي. محمود بس كده راحت من هنا. طيب خلاص هنقطعها قطع صغننه قطع صغننه قطع صغننه. يبقى معانا دلوقتي زي ما انتم شايفين اهو، القرفه هي اللي بتدي الطعم وهي اللي بتدي الجمال ده كله اهو. بصوا قطع صغننه اهو، كل حاجه اصلا هتتقلب على بعضها، فعشان كده اهو يعني بقول لكم حاجه سهله جدا جدا جدا. هنقطع اهو كل حاجه صغننه صغننه. انا هقطع حتى من كل حاجه حاجه واحده بس عشان الحق وقتي، ونقدم بقيه الشغل بتاعنا اهو. اهو كده يبقى عملنا. هقول لحضرتك تاني عملنا ازاي مهلبيه الصوبيا. احنا جبنا اهم حاجه في مهلبيه الصوبيا النهارده اللي هو ايه الرز المطحون. البصل ده مهم جدا، البصل ده بالحتت دي مهمه جدا، لان في ناس بتحب تستعمل كرات. انا ما بحبش اعمل كرات، فروحت جبت البصلايه على بعضها عشان نقطعها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ماشي انت خلاص شكرا شكرا. نقطع البصلايه اهي بسرعه بسرعه بسرعه، وناخد معاها الحاجات الخضراء بتاعتها اللي من تحت دي، علشان في ناس بتحب تحط، او هو مش الناس يعني هو اساسي الفتوش بيبقى محطوط فيه كرات، بس انا بصراحه يعني ما بحبش الكرات في طعم السلطه يعني، فعشان كده انا فضلت ان انا اعمل كده اهو. نعمل كده اهو. طيب كمان الطماطم تتقطع قطع صغيره، يبقى طماطم وخيار وهنقطع بصل اخضر. قطعنا بصل اخضر خلاص، ويبقى الطماطم معانا اهي بالشكل ده اهي. والخس البلدي لازم، الخس البلدي مش الكابوتشي، يعني خس بلدي. تمام اهو. هناخد من الخصايه بس كده كام واحده حتى. تعالى يبقى انت كده ايه، هو انت يا كده يا كده يعني يا نينجا يا مفيش يعني يعني ماشي ماشي، شد حيله النهارده قوي طيب ماشي اهو. هنقطع بقى الخس برضو صغنن 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 اهو، وهاكلكوا دلوقتي احلى فتوش. ايه بقى الفتوش بقى؟ دبس الرمان. لازم لازم لازم، مفيش فتوش من غير دبس الرمان، مفيش فتوش من غير دبس الرمان. يلا مفيش فتوش من غير ايه؟ دبس الرمان. هتشوفوا دلوقتي احنا هننزل عليه دبس الرمان ازاي اهو. ما بياخدش فلفل الوان، ما بياخدش فلفل الوان، بس بياخد بقدونس. يبقى ما بياخدش فلفل الوان، بياخد بقدونس ونعناع. ده بقدونس ونعناع اهو. النعناع اهو. نقطع بقى من الورق هنا، من الورق هنا. ادي البقدونس والنعناع على بعض، بقدونس ونعناع، بقدونس ونعناع.
خد بقدونس وايه ونعناع، بقدونس ونعناع. تمام اهو اهو. طب يلا نعمل الدريسنج بتاعنا ده. زيت زيتون هنزل عليه بخل. احلى دريسنج بقى، احلى احلى. انزلي عليه بخل كتير، انزلي عليه بقى دبس رمان كتير. ادي دبس الرمان اهو. انزلي عليه بقى بملح اهو، فلفل اهو. يلا اديله شويه بصل حلوين كده اهو. طب يلا نقلب كل الكلام الحلو ده مع بعض اهو كده. معاكي احلى دريسنج اهو اهو كده اهو كده اهو كده اهو. يلا وانزلي كده، انزلي كده اهو اهو. تمام حلو الكلام كده، حلو قوي. يلا بالعيش. ادي العيش بتاعنا، عيش لبناني يتحمص معاكي وينزل معاكي اهو على الفتوش بالمنظر ده. ندي العيش شويه اهو من الدريسنج بتاعنا اهو اهو اهو. يا جماله حلو قوي، لذيذ جدا جدا يعني جدا. ناخد بقى قلب الخصايه ده قلب خصايه كده بتاعتي، ونحاول نعمل ايه، نعمل كده ونعمل كده. تمام اهو واهو. عينيا ادي الفتوش خلاص. خياره، حته خياره كده ملهاش لازمه تحطها. نقدم اهو. ممكن تقدميه كده بالشكل ده اهو اهو كده. العيش هياخد طعم حلو قوي، وكليه كله على بعضه كده هيبقى ليه طعم لذيذ جدا اهو. نقدمها كده اهو. بس كده ماشي. ممكن نجيب بقى الكابوتشا دي، مش عارفه انا عايزه اعمل حركه كده، بس اوعي تكسفيني والنبي، يعني اوعي تكسفيني. لا هتبقى حلوه، هتبقى حلوه فجبتها لكم. هتبقى لذيذه. نجيب الكابوتشايه دي كده اهو، نحطها كده ونقدم عليها كده بالشكل ده. انت اولك فين واخرك فين اهو. لا حلو، هتشوفي. بس كده اهي. بصوا بقى اتشوت ازاي معايا، اتشوت بقت حلوه قوي. بصوا دبس الرمان، شايفين دبس الرمان عامل ايه؟ عامل شغل والله. دبس الرمان ده كنز بجد، بيدي طعم حلو جدا للاكل اهو كده اهي. وقدمناها كده. تضحك عليها والله حلوه. وحشه؟ يا سلام. حلوه اهي، مالها حلوه اهو. طب بتضحك على ايه؟ هو عارف لو وقعت هيبقى انا اللي هضحك ساعتها، يعني الناس هتضحك كمان. اوعي. هو احنا كده ناقص لنا ايه تاني؟ ايه اللي في الثلاجه؟ طب والله حلوه اهي، تورته اهي. تورته. تعالى انت بقى كده، عشان ايه؟ انا عايزه اطلع بس العصير بتاعنا حلو قوي ده. الله ده سقع والله ما شاء الله، ده شبر قوي، ده شبر خالص. وبصوا يعني مازال ما شاء الله. شايفين؟ انا عايزاكم بس ايه تحبوه معايا. بصوا الكريم شانتيه
يعني كريم شانتيه عامل فوم حلو قوي 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 بجد بجد. لا عصير جميل جدا ولذيذ. احنا نختم ضروري. نعم. دي اشيلها فين؟ بحسب اشيلها. استنى بس. اختموا بسرعه. لا 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 استنى والنبي، استنى اختموا والله. لا 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 خلاص هي خلاص اختموا يا صفاء بسرعه. لا 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 هي استنوا. طب ماشي بس هتقع والله. نعم. لا 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 هي حلوه كده. اختموا بسرعه. ايه ده؟ خلاص طيب ماشي. ودي كانت حلقتي النهارده، بتمنى يا رب من كل قلبي انها تعجبكم، وكنت معاكم رانيا فرج، واشوفكم الحلقه الجايه وباي.